تبغين تخلينه يندم انه فرط فيكي ويرجع يركض وراكي ويتمنى بس رضاك ويتمنى بس انك تردين عليه ولو بنقطة واحدة. اكبر عقاب تعطيه للشخص اللي شاف نفسه عليك واللي حسب نفسه انه هو محور حياتك وكونك، مو انك تروحي تهاوشيه ولا انك تسوي دراما. لا يا قلبي، اكبر كف تعطيه للشخص هذا هو انك تسوي له تلاشي من حياتك، كأنه ما انخلق، كأنه ما دخل حياتك. تشوف ان في بعض البنات الله يهديهم لو زعلت او انفصلت عن حبيبها تروح تنزل لك قصايد نزار القباني ولا اغاني عراقيه ولا اغاني اصاله اللي تشق القلب نصين. انت على بالك كذا هو حيحس بالذنب؟ لا والله يا بعدي، بالعكس حتشوفيه انه قاعد يتفرج على ستورياتك وهو ميت ضحك وهو عارف وضامن انك لسه في جيبته الصغيره وانك تحصيل الحاصل وما حتقدري تتخطيه وحيتشمق لك بعد. الرجال بطبعهم عندهم ايجو واصل السماء، على ايش ما ادري، لا تساليني على ايش لان انا بعد ما ادري. لانك اول ما حتحسسيه انك منهاره وما تقدري تتخطي محور الكون هذا ورب البيت حيشوف نفسه عليك. بس تدري متى تخليه يلف حولين نفسه زي المهبول؟ يوم تقطعي عنه الاتصال تماما. لما يطالع وراه وهو عارف وضامن ومتأكد في صمصوم قلبه انك حتجري وراه بس يشوف انك فص ملح وذاب، هنا بس حيضرب جهاز الانذار فوق وحيعرف انه خسر جوهرة حقيقية. لما يعرف انك عايشة حياتك ومروقة ومركزة على حياتك ولا كأن انخلق ولا كأن دخل حياتك في يوم ما، عايشة حياتك بالطول وبالعرض، وجوده وعدمه واحد صار في حياتك كذا. بس لا بغيتي تأدبي صدق. عشان كذا اليوم أنا جايبت لك خطة خماسية الأبعاد عشان تخليه يعض مو أصابع يدين وندم إلا أصابع رجول الندم إنه فرط في جوهرة زيك. أول شيء طبقي عليها الصمت العقابي، بلوك طاقيا مو بلوك من البرامج. أنا ما أنصح في بلوك البرامج، تقطعين الصوت تماما، لا إيش أخبارك ولا ردودك الباردة ولا أنا ترى نسيت أقول لك، لا تختفي من حياته. فلا تسوي له بلوك حركات البزارين هذه بحرقة أعصاب بس عشان تخليه يحس بأنه فقد جوهرة. لا بالعكس، خليه يشوف حياتك، خليه يشوف كيف إن حياتك ماشية بالطول وبالعرض وحياتك ما انهزت فيها شعرة عشان محور الكون هذا طلع منها. بالعكس حياتك قاعدة تزدهر وانت قاعدة تصيرين أجمل وأنجح ومركزة على مستقبلك. خليه يشوف نجاحاتك، خليه يشوف حياتك وأن وجوده وعدمه في حياتك صار واحد. لما تعاتبيه ترى أنت قاعدة توصلي له رسالة مبطنة، ترى أنا لسه مقهورة وأنا صمصوم قلبي لسه مجروح منك وأنا قلبي تقطع ألف قطعة بسبتك وأنا لسه ما تزحزحت من مكاني لسه على حطة يدك. ترى في الحركة هذه ورب البيت حيشوف نفسه عليك، دون جوان هذا. لكن لا بغيتي تعاقبيه صدق اسكتي سكوت المقابر. والله العظيم يا بنات هنا عقله حيبدأ يتشقلب، حيقول معقولة للدرجة هذه أنا كنت رخيص عندها لدرجة إنها ما تبغى تعاتبني، ما تبغى تسأل ليه السبب اللي أنا سحبت عليها كذا فجأة. تبغي تأدبيه استخدمي ذي الطريقة معه، غير كذا هرجم فاضي. 2 ستوري روقان الممنهج بدون تلقيح كلام. ما أبغاك تنزلي في الستوريات من تركنا ونحن في أشد الحاجة إليه. إيش جو الشحات العاطفية اللي أنت عايشة فيه ده؟ ارمي الجوال من يدك دحين لأعطيكي كف على وجهك. رسالتك المبطنة لازم تقول أنا جاية الدنيا هذه عشان أعيش وأنبسط، يا أما رجل يضيف لها يا أما بلا. فالحين أنا مشغولة في نفسي ثم حالي ثم محدش غالي، عشان كذا ما عندي وقت إني أتذكر اسمك من أنت. ورب البيت هذه الحركة تخليه ناظر كل دقيقة في الشاشة ويتحسر على كل دقيقة وفرط فيها بك. ترفع استحقاقك للسماء. أبغى الجلو أب عندك يكون خرافي. حركاتك هذه الرخيصة القديمة اللي كنت قاعدة تسوينها وانت قاعدة تنهاري وتحطي طاقتك كلها وتفكيرك في ليه سحب عليك، ليه ما قدر شعورك وعمرك ومستقبلك ومشاعرك اللي انت قاعدة تعطيها كذا في المجان، هذه كلها نحولها على إيش؟ على بشرتك، على نجاحك، على مستقبلك، على جيم، على دولابك. البسي أطلق ما عندك، رتبي أمورك، اطلعي بأبها حلة زي فلة، مو بعشانه، عشانك أنت بالأول. هنا هو لما يشوفك إنك صرت أحلى ومركزة على حياتك ومستقبلك وانت ما أنت معتبرته محور حياتك وكونك، هنا بس حيقدرك، هنا بس حيحس في قيمة الألماس اللي هو رماها في الشارع عشان يجمع الحصى.
وهنا بس الندم حيدق قلبه. 4. سحب الضمان. الرجال ما يركضوا ورا الباب المفتوح إلا يركضوا ورا الباب اللي انصقع في وجههم اللي تكسر. طول ما هو حاس إنك مضمونة وعلى الرف وفي جيبته الصغيرة، ورب البيت ما حيتحرك خطوة، ما حتهزي فيه شعره، ما حيقدر قيمتك أبدا. لكن لما تسحب اهتمامك كذا فجأة، هنا الفضول حيقتله، حيقول معقول في أحد غيري في حياتها؟ طب ليه ما قاعدة تبكي علي زي بنات الباقي؟ الشك هذا اللي ما حيخليه ينام الليل. 5. فن الرد الميت. يوم يقرر جلالته أنه يكسر الصمت العقابي هذا ويرمي لك كذا سنارة عشان يشوف أنت لسه الباب موارب، ما حيجيكي كذا اشتقت لك مدري، لا، حيرسل لك رسالة بالغلط، أو حيكتب لك، أو حيحط لك لايك على صورة قديمة لك عشان يشوف أنت لسه تتفاعلي، لسه بتعلق في الشخص هذا. تأكد عشان ترفع الإيجو حقته، لو تأكد إنك لسه مضمونة وفي جيبته صغير. التحدي الأكبر هنا عندك، إياك ثم إياك يوم يرسل لك رسالة تردي في نفس الدقيقة. لا تفضلتي عليه وتكرمتي عليه وبغيتي ردي عقب دهر، وردي كأنك تردي على مندوب توصيل بكل برود. خلي يوم يتكلم معك كأنه يتكلم مع خدمة العملاء وقاعد يتكلم مع الإكس. تدرين متى الحركة هذه حتنفع وتنفع مع كل الرجال. ورب البيت يوم تحولي طاقتك واهتمامك اللي كان عليك، يوم تركزي في حياتك، يوم تركزي في مستقبلك، يوم تعتبري إن وجوده وعدمه واحد صار في حياتك. هنا بس في اللحظة هذه بالذات حيرجع يحبي على ركبه، يترجاك بس عشان تردي عليه ولا في نقطة واحدة. غير كذا هرجن فاضي أنك تعاتبي ومدري، ما حينفع، كأنك قاعدة تكلمي لوح، ما حينفع. ركزي على حياتك، لا بغيتي إنه يرجع ندمان، ركزي حولي طاقتك على حياتك ومستقبلك ونجاحاتك والجلو أب حقتك، لا بغيتي يرجع نادم. حاطيك القفلة. اللي ما عرف قيمتك وانتي معاه خليه يتعلمها يوم يخسرك للأبد. يقولون عزيت نفسي عن رخيصين الأقدار، ولا عاد لي في رجعة النذل عازة، أكفيت عن دربة وقفلت الأستار وسلمت تسليم صلاة الجنازة. قيمتك أعلى من إن الواحد يدخلك اختبارات عشان يعرفها. ارفع استحقاقك عشان يعرفون قدرك. وصلت؟